هلو هلو يلا نعمل مع بعض الشنطة الترندي للأعياد بقى لأي مناسبة عندك تنفع سواريه. هقول لكم ازاي تنجح معاكم وازاي تعرفوا تختاروا نوع الخرز. أول حاجة هنعملها بالغرزة الرباعية، هوريكم ازاي بتعملي الغرزة الرباعية وتطلع مظبوطة معاكي في الشنطة. آه، من أول مرة أنا هوريكم نموذج قطعة خيط. أنا استخدمت هنا في الشنطة دي خرز مقاس 8 لولي وفتافيت مقاس 12. بتعملي ايه؟ بتحطي واحدة الأول فتافيت وبعديها واحدة لولي وبعديها واحدة فتافيت. آه، عشان أنا عايزة أنهي في الخرزة اللولي، يعني عايزة العقدة بتاعتي تبقى في الخرزة اللولي، يبقى واحدة لولي واحدة فتافيت واحدة لولي واحدة فتافيت. وهتعملي الحلقة في الخرزة اللولي وتنزلي منها الخيط كده هتطلع معاكي كويسة. ليه؟ العقدة في الخرزة اللولي بتظبط الشغل عن الفتافيت فتحتها ضيقة. بعد كده بتحطي واحدة فتافيت وواحدة لولي في الفتلة اليمين وواحدة فتافيت في الفتلة الشمال وتعملي العقدة في الفتلة اللولي اللي في النص. يعني خلي عقدتك في الفتلة اللولي. بتنهي السطر ازاي؟ بعد اي عدد بتعمليه بتحطي 3 خرزات في الفتلة اليمين، هتحطي واحدة لولي واحدة فتافيت وواحدة لولي. ليه؟ علشان عايزة انهي. لا معلش، هنا هتحطي واحدة فتافيت واحدة لولي. انا بوريكم كده انا عملت 4 حاجات، هحط واحده فتافيت وواحده لولي وواحده فتافيت. ليه؟ في السطر الاولاني من بدايه السطر بس بنعمل كده واحده فتافيت واحده لولي وواحده فتافيت علشان يطلع الصف الفوقاني كله فتافيت زي بعضه. كده خلصت الشغل. بتطلعي بقى السطر اللي بعده واحده لولي واحده فتافيت واحده لولي، بمعنى تخلي عقدتك في الفتله اللولي. خلاص. تمشي بقى في الخرزة اللي عليها الدور وتحطي واحدة فتافيت وواحدة لولي عشان العقدة تطلع في الفتلة اللولي. واخر السطر بتنهيه ازاي؟ بعد ما بتدخلي الشغل الخيط بتاعك بتنهيه بواحدة لولي وواحدة فتافيت. ليه؟ والعقدة المرة دي بتبقى في الفتافيت علشان يطلع صف اللولي صف واحد ويطلع صف الفتافيت صف واحد، يعني عينك هي مقياس شغلك. خلاص. والخراطيم بيبقوا في الفتلة الشمال في آخر السطر، وأول السطر ال3 خرزات بيبقوا في الفتلة اليمين اللي هي واحدة لولي وواحدة فتافيت. هنا عملت عشان أنا مستخدمة خرز لولي مقاس 8 وفتافيت مقاس 12، فعملت 17 العرض بتاع الشنطة، وعملت الارتفاع 10 ظهر و10 وش و5 قاعدة. ممكن تخلوا في الحجم الكبير ده 3 قاعدة. القاعدة بصراحة كانت كبيرة والشنطة واسعة جدا، فعشان توفروا في كمية الخرز ممكن تخلوها 3 قاعدة. طيب، هنا بقول لكم الفتافيت كل الشغل عقدتي في الفتلة اللولي في الخرزة اللولي، فطالع شايفين الشغل مظبوط من أول مرة. هنقفل مع بعض الجناب، أنا قفلت جنب وأقفل معاكم التاني. بتعملي ايه بقى؟ انا هنا قفلت بقى الجنب ده، السر اللي مديكي الظبطه دي. لا تعملي الجنب كله باللولي ال8 اللي عندك، او تعملي بفتافيت 8 ولولي 8. بيطلع الجنب شايفين مظبوط ازاي؟ غير كده بيبقى الجنب واسع ومبهوأ، يعني واسع بس لا واسع وفيه تقويسه. فيفضل تعمليه باللولي كله لولي، او لولي او الفتافيت اصغر من الفتافيت اللي مستخدماها في الشنطه. عندك حلين، لا باللولي او في فتافيت عندك يكون عندك شويه من الشغل اللي باقي عندك. هنا هعمل الجنب ازاي؟ انا عامله 10 ارتفاع، هاخد رقم 10 احط فتله في رقم 10 ورقم 1 من القاعده، هيبقى معايا خراستين على الخيط. هحط خراستين هحطهم بقى برضو بالتبادل بين اللولي والفتافيت. بحط الفتافيت الاول وبعديها اللولي عشان برضو اعمل عقدتي في اللولي. ليه؟ لاني انا بستخدم العقده، يعني بضطر ساعات اروح واجي في قلب الشغل فيبقى عندي الشغل مساحته واسعه. بعد كده بالفتله الشمال همشي في الخرزه اللي عليها الدور واحط برضو خرزتين، واحده فتافيت في الاول وواحده لول عشان شغلك ياخد نفس النظام، يبقى كله ماشي فتافيت، صف الفتافيت واحد وصف اللولي واحد، وده اللي بيخلي الشغل معاكي مظبوط.
دي أسرار يمكن ناس كتير مش بيقولوها، لكن انت لما تيجي تنفذي الشنطة كواحدة بقى بتنفذها مبتدئة، هتلاقي الشنطة بهوقت منها لو استخدمت نفس نوع الفتافيت في الجناب. خلاص هحط كده بالتبادل واحدة فتافيت وواحدة لولي، وهخلص الأربعة اللي في القاعدة، يعني أربعة. هاجي على الخامسة، هي بس اللي بتبقى مختلفة في نهاية السطر. الخامسة بعمل ايه بقى؟ باخد رقم 5 ورقم 10 من الظهر مثلا أو الوش، يعني بحط بمشي الخيط في خرزتين، هيبقى كده معايا الخيط طالع واحدة من خرزة وواحدة من اتنين، يعني معايا 3 عشان أكون غرزة رباعية، هيبقى معايا واحدة. هنا بقى بحطها فتافيت، ليه؟ عشان يمشي الصف كله بتاع الفتافيت معايا. انتي عينك مقياس، يبقى اخر غرزة في الجنب بتبقى خرزة واحدة بتكون فتافيت، سواء بقى بتروحيه من اليمين تروحيه للشمال او من الشمال تروحيه من اليمين. والطريقة دي افضل طريقة لعمل جناب الشنطة اللي بتبدأ من تحت. هطلع بقى بعد كده في الخرزة اللي عليها الدور اللي هتكون رقم 9، وهيبقى معايا خرزتين على الخيط. هحط بقى واحدة فتافيت وواحدة لولي برضو بالتبادل، الفتافيت اللي بدخلها الأول واللولي اللي بدخلها التاني، فطالع عندي الشغل كأنه واحد. انت هتشوفوا شكل الجنب دلوقتي لما يخلص الجنب واقف ازاي ومشدود ازاي. انا استخدمت هنا خيط مقاس 60 في اجزاء الشنطة، لكن في اول سطرين من الشنطة او 3 سطور بستخدم خيط 50، او تستخدمي خيط 60 بدون عقدة، او في المكان اللي هتعملي فيه القفل يبقى بدون عقدة. ليه؟ عشان انت بتروحي وتيجي، فبالتالي يبقى شغلك نظيف والخيط العقد داخله جوه الخرز. ده سر تاني، يبقى المكان اللي بنعمل فيه القفل تخليه بالتبادل مش بالعقدة، او تستخدمي درجة خيط اقل منه واعملي فيه عقدتين. مثلا لو 50، انا وريتكم طريقة العقدتين اللي بتعادلي بيها الخيط الرفيع كأنه خيط تخين. خلاص كده همشي بقى الجنب كله نفس الحكاية، واحدة لول فتافيت وواحدة لولي، وهاجي على اخر واحدة برضو في السطر اللي هروحه بقى بالفتلة اللي تحت، هيبقى واحدة في اخد في اخر واحدة من الخمسة وواحدة من الارتفاع، واحط فيهم واحدة فتافيت. فشوفوا الشغل طالع ازاي مسطرة، شايفين المنظر؟ وده السر. يبقى انا قلت لكم هنا سرين، السر ازاي تقفلي جناب الفتافيت، وازاي تعملي مكان عشان تعرفي تعملي القفل ويبقى معاكي رايح جاي كويس. الشنطة ماسكة نفسها رغم ان اغلبيتها معمول بخيط 50 عشان فتحة الفتافيت ضيقة جدا. هنا نعمل القفلة اللي في الجنب، هحط 3 خرزات في النص، اللي هم اسيب واحدة من الشمال واحدة من اليمين من الخمسة، واخد ال3 في النص اللي هم هيبقوا الفتافيت. هعملهم احط خيط واقفله بواحدة لولي، بلاش تقفلي بالفتافيت هتبقى مواربة، لان الفتافيت فيها عالي يعني فيها حتة دايرة اعلى منها في النص. كمان هنزل بقى بعد كده، هنزل في الخرزة اللي تحتيها من الشمال واللي تحتيها من اليمين، وهقعد برضو بواحدة فتافيت، بس هنا بعمل العقدة دبل، يعني بلف الخيط مرتين في الفتحة بتاعة العقدة. خلاص اعملي كده، عملتها انا 4 مرات، انت ممكن تعمليها 3 تعمليها 5 عشان اشد الشنطة، لان الشنطة عندي مساحتها واسعة. لكن لو الشنطة عندك مساحتها ضيقة والقاعدة ضيقة، فخلي صفين القفلة دي 2 أو 3 بالكتير. شايفين الشنطة عاملة ازاي؟ القاعدة كبيرة فالشنطة حجمها كبير. كده خلصت اهو، شايفين المنظر التقفيل شكله حلو وروعة. هنا هعمل القلاب بقى. طب قلاب الشنطة عندك حلين، لا تعمليه عريض لا تعمليه قليل، براحتك. انا هفوت 2 من الشمال و2 من اليمين، وهبدأ اشبك الخيط في 3 خرزة من اي جهة من الجهات، وابدأ اشتغل عليها غرز رباعية. يعني اول السطر بيبدأ واحدة فتافيت واحدة لولي واحدة فتافيت. لا معلش انا اسفة، بيبدأ بواحدة لولي واحدة فتافيت واحدة لولي. معلش انا بتلخبط بس في الكلام، لكن طبعا في الشغل انت بتبقي فاهمة يعني ماشية معاك. واحدة فتافيت واحدة لولي واحدة فتافيت واحدة لولي، عشان انا بركب صوت علشان
الصوت يبقى عالي. فالمهم اشتغلت 7 سطور بالمنظر دوّة، سِبت 2 من الشمال و2 من اليمين، عملت القلّاب عريض عشان ما يوقّعش أي حاجة. طيب هنا أنا عايزة أركّب حلقة سهلة الفتح، ممكن تركّبيها تضغطي وتقعدي تحاولي وتعملي، بس ممكن يعني مع الشد والكلام ده والخرز الفتافيت ده ليه حظوظ يقطع لِك الخيط، فبافضّل أعمل حلقة باعدّي الخيط من الحلقة الفتافيت اللي هي في الغرزة الرباعية اللي طالعة قدّامكم، وباحط واحدة لولي وواحدة فتافيت وواحدة لولي، وباعملها في الغرزة المقابلة اللي قدّامها، يعني حلقة كده زي ما أنتم شايفين، عشان أركّب فيها الإيد السلسلة، أركّب فيها إيد تانية، تبقى عندي مساحة أعرف أتحرّك وأروح وما أضغطش على الخيط عشان الخيط ما يقطعش منّي مع الاستخدام. هاروح وآجي كام مرّة بقى فيهم وأتوّه الخيط وأعقده وكده أكون خلّصت الحلق اللي أنا ركّبتها. الشنطة دي سريعة، الشنط اللي بتتعمل بالفتافيت بتكون سريعة في شغلها ونتيجتها سريعة، وفي نفس الوقت على فكرة بتبقى قيّمة وشيك وشنطة ماسكة نفسها. تعمليها هدية، تعمليها لأي مناسبة، ماشي شغّالة معاكِ كويس. أنا باشِد بجِفت كده علشان الخيط في الحتّة دي ضيّق، باسحبه بقى حلو وأقعد وأسحب وأقعد كام عقدة وأحُط العقدة بين الخرز، فعشان تطلع معاكِ كده. أنا ما زوّدتش الحلقة، أنا عملتها حلقة صغيّرة علشان ما تبقاش باينة أوي وما تبقاش عالية. أنا هنا هاقول لكم في الفيديو ده برضه استخدمت قد إيه فتافيت واستخدمت قد إيه لولي. كل ما بتكبّري حجم الفتافيت الشنطة بتكبر معاكِ وبتتقل. يعني لو بتعملي الشنطة في المعتاد 17 ممكن تعمليها 15، بتعمليها 19 غرزة لأ تعمليها 17، وكمان بتتقل وبتبقى تكلفتها أعلى. ده سر تاني، ليه الشنط بتبقى تكلفتها أعلى؟ لإنِّك بتستخدمي الفتافيت بتاعتِك كبيرة. أنا عاملة واحدة قبل دي فتافتها 8، الاتنين ما خدوش نُص كيلو، والشنطة كانت كبيرة جدًا ومحترمة وحلوة. لكن لمّا بتكبّري حجم الفتافيت الشنطة بتتقل وبتاخد الخرز بيخلص بسرعة لإنه تقيل، وفي نفس الوقت بتكون تكلفتها أعلى. ركّبت الحلقة هنا وركبت الحلقة هنا، نعمل القفل. أنا عملت واحد في القفل، هاوريكم بقى القفل بطريقة سهلة. هاسيب الاتنين اللي أنا سِبتهم من الضهر، أو أقسم الشغل وآخد اللي هي الغرزة الفردانية اللي في النُص. يعني دول 17، سِبت 8 و8 و دول 15 يا ربي، سِبت المهم الغرزة اللي في النُص، سِبت 15، سِبت 7 و7، وخدت قطعة فتلة وجبت القفل وضغطته من ورا، وهاوريكم دي طريقة سهلة في تركيب القفل بفتلة واحدة. فتلة حوالي متر كده، روحي وتعالي واعقديها حلو في قلب الضهر بتاع المغناطيس بتاعِك أو القفل بتاعِك، ووصّلي طبعًا الخيط، أقسم الشغل تاني وهاروح للغرزة يعني هنا هتبقى رقم 7، هاسيب 2، 5 تبقى رقم 8 أو 7، حسب بقى النُص بتاعِك، يعني حسب النُص اللي أنتِ بتعمليه، بس بتكون عدد فردي، الغرزة الفردية اللي في نُص الشغل، الغرزة الفردية في نُص الشغل. بتضبطيها حسب الضهر، بتنزلي 2 وهادخل في التالتة. بادخل في الفتلة التالتة اللي هي هتبقى تكون هنا فتافيت، باروح باعدّي الخيط وبارجع بيه تاني وباعمل حلقة، وباحط الفتلة الطرف التاني وباعمله لفتين جواها عقدة يعني بمرتين، وأشد الخيط. شوفوا قفلت معايا من أول مرة، اللي هي بتكون أصعب حاجة لأ، عملتها لكم النهارده بأسهل حاجة. بعديها هانزل في الفتلة في الخرزة اليمين اللي هتبقى لولي، والفتلة التانية في الخرزة الشمال اللي هي بتكون لولي بالترتيب أو لو نفس نوع الخرز، واعقدي عقدتين وهاعدّيها. بُصّوا عدّيتها منين؟ من القفل نفسه رايح جاي عكس بعض. كده الطريقة دي أسهل من ما تعملي 4 خيطين والتانيكِ رايحة جاية بالشمال واليمين، وهاعقد عقدتين، وبعديها هانزل في الخرزة اللي قصاد الفتافيت اللي فوق، اللي قصادها بقى اللي فوق في اللي قصادها، وأعمل نفس الحركة اللي عملتها فوق، هاروح وآجي. عشان كده باقول لكم يُفضّل المنطقة دي في الشغل لا تعملوها بخيط 50، لا تعملوها بالغرزة العكس عكاس عشان تعرفي تروحي وتيجي مع بعض.
الفيديو ده فيه ملاحظات أكتر من إنِّك باعلّمِك طريقة شنطة، في حاجات قُلتها تخلّيكِ تضبط جناب الشنطة، طريقة تركيب القفل بأسهل طريقة ممكن تعمليها، كمان وريتِك إزاي تعملي حلقات المغناطيس وإزاي تختاري الفتافيت. هنا هافتح القفل، قصيت كمان هنا السلسلة في المعتاد بتكون 110، لأ في الشنطة ديّة بتكون 100 متر وربع أو متر و30. ليه بقى؟ هاقول لِك، علشان أنا بتعملي حلقة تدخّليها، والحلقة التانية السلسلة كلّها بتعدّيها من الخرزة التانية وت و وتعمليها عشان تتلبس shoulder أو تشدّيها كده. يعني المساحة دي بتزوّديها، مساحة عرض الشنطة بتزوّديها على ال110 اللي بتعملي بيهم الشنطة. الشنطة دي عرضها 20 وارتفاعها 13، أو 12.5 كده، ومساحتها كبيرة بقى. شايفين المنظر؟ تاخد موبايلين 3. هنا قطعة خيط باقصّها، باورّيكم هنا الشنطة قد إيه جميلة وشيك. الشنطة دي طلعت هدية، فمبروك على صاحبتها وتتهنى بيها يا رب. هي هدية على فكرة، بس أنا حبيت أفيدكم بيه. هنا خدت إيه بقى؟ خدت حوالي 400 جرام فتافيت مقاس 12، وقولوا 100 جرام فتافيت مقاس 8 عشان الجنبين، وخدت حوالي كيس إلا شوية كده لولي أبيض، يعني خدت ربع كيلو وشوية، نص الربع التاني. بس كده، وخدت 2 حلق ومتر وربع أو متر و30 سلسلة. واشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد. استخدمت هنا الخرز ده جودته حلوة على فكرة MK. هو حظِّك في الأنواع، ممكن تجيبي MK وِحِش، لكن MK المرّة دي لمعته حلوة وما فيهوش عيوب خالص. وممكن يقشّر بقى بعد فترة، ده طبيعي في أي نوع لولي. واستخدمت برضه هنا الفتافيت مستوردة، فالشنطة بصراحة قيّمة وحلوة وعجبت اللي خدتها، ومبروك عليها تتهنى بيها. واشوفكم يا رب على خير، فيديو تعليمي اكتر منه حاجة. اشوفكم على خير وباي باي.